السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نتكلموا بشكل عام ومختصر على واحد المعدن اللي تعتبر نفط المستقبل، واللي غادي يخلي المغرب في واحد المكانة اقتصادية واستراتيجية بالنسبة لأكبر دول العالم. ندخلوا في الموضوع. مما لا شك فيه أن الثورة الصناعية اللي بدات في أوروبا الغربية ومن بعدها أمريكا كان لها الفضل الكبير في تطور الابتكارات التكنولوجية والتحول الاقتصادي والاجتماعي الكبير اللي غير الحياة ديالنا إلى الأفضل. إلا أن هذا الشيء كله كان عنده آثار سلبية على البيئة بسبب التلوث اللي أدى إلى تغيرات في الطقس وارتفاع درجة الحرارة، وهذا اللي ساهم في التغيرات المناخية والاحتباس الحراري اللي ولا يشكل تهديد كبير على كوكب الأرض، وأدى أيضا للكثير من الكوارث الطبيعية اللي منها البراكين والزلازل والفيضانات والتصحر وثقب الأوزون، والسبب هو الانبعاثات الغازية السامة. وهذا الشيء اللي دفع أكبر اقتصاديات في العالم G7 على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين إلى عقد بزاف ديال المؤتمرات ديال المناخ من أجل تحول العالم من الطاقة الأحفورية، يعني النفط والمشتقات ديالو، إلى الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الريح والطاقة الكهرومائية والطاقة البحرية إلى غير ذلك من الطاقات المتجددة. والمغرب تحت القيادة السامية للملك محمد السادس كان من أوائل الدول القليلة اللي بدا في تشييد الطاقات المتجددة، والمغرب الآن عنده أهداف طموحة لتوليد 52% من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030 و80% بحلول 2050. كما أن المغرب تدعم الأسواق الإفريقية الأخرى في عمليات التحول إلى الطاقة النظيفة بالاعتماد على التجربة الخاصة ديالو. وحتى في مجال صناعة السيارات تيطمح المغرب اليوم باش يكون لاعب رئيسي في سوق إنتاج السيارات الكهربائية بعد النجاح ديالو في صناعة السيارات. وهنا تيدخل واحد المعدن اللي هو مهم وأساسي في صناعة البطاريات ديال السيارات الكهربائية، واللي تيتسابقوا عليه جميع الدول الكبرى والشركات العالمية، وهو معدن الكوبالت. معدن الكوبالت عبارة عن عنصر مغناطيسي صلب تيتميز باللون ديالو الأزرق وما تيتفاعلش مع الماء، وتيشبه الحديد والنيكل في الخواص الفيزيائية، وتيتم الاستخدام ديالو في أكثر التقنيات تعقيدا في العالم، وتستخدم في العديد من السبائك الفائقة لصنع أجزاء من محركات الطائرات والتوربينات الغازية، كما يستعمل كمحفز للصناعات البترولية والكيميائية. ولكن كاينه صناعة واحدة بدات في الانتشار بقوة في الآونة الأخيرة، يعني الأعوام الأخيرة، وهي صناعة السيارات الكهربائية اللي خاصها ضروري بطاريات يكون العمر ديالها طويل وبطبيعة الحال تكون تتشارجا. وهنا تيجي دور الكوبالت في رفع جودة البطارية والإطالة من العمر ديالها. والمغرب تيحتل المرتبة التاسعة من بين أكبر الدول المنتجة لمعدن الكوبالت في العالم، ولكن المغرب تعتبر من أحسن وأفضل الدول المنتجة لمعدن الكوبالت، وهذا الشيء راجع للجودة العالية. ومعدن الكوبالت المغربي هو الأكبر والأكثر نقاوة بين جميع الدول المنتجة لمعدن الكوبالت في العالم. بدأ نشاط إنتاج الكوبالت في المغرب في عام 1928 في منجم بوزار في ضواحي مدينة ورزازات عن طريق شركة CCT تابعة لشركة مناجم المغربية اللي تكلمنا عليها في فيديو البارح، واللي تعتبر من بين أكبر 5 منتجين للكوبالت عالي النقاوة في العالم. وبالرغم من أنه ثاني بلد في إفريقيا من بعد الكونغو الديمقراطية من ناحية الإنتاج، إلا أن جميع الدول في العالم تتبغي تتعامل غير مع المغرب الأسباب ما بغيتش نقولها هنايا في نطاق احترام الدول. وتتنتج المملكة المغربية أكثر من 2000 طن سنويا، وتيبلغ الاحتياطي ديالها حوالي 18,000 طن، ومازال الطلب على الكوبالت في العالم تيتزايد بشكل كبير عام ورا عام. يعني في عام 2020 كان سعر الطن الواحد تقريبا 33,000 دولار، وفي سنة 2021 وصل السعر ديالو ل70,000 دولار، وفي 2022 وصل لأكثر من 83,000 دولار للطن الواحد. وهذا اللي تيخلي المغرب دولة استراتيجية لأكبر دول العالم، وكل شيء باغي يتحالف معها من أجل الاستثمارات والمشاريع الكبيرة. وهذا الشيء بالتأكيد غادي يصب في مصلحة الشعب المغربي والمملكة المغربية في القريب العاجل بإذن الله.
والله ينصر سيدنا محمد السادس ويحفظ المملكة المغربية، وتحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.